العروبة الحقيقة مفهوم إنساني بعيدا عن الصراعات العربية الدائرة هذه الأيام. أنا بتناول الفكرة من منطلق، مش ما كتبتوش النهاردة، كتبته من سنوات طويلة، لأن أنا من بقايا القوميين والناصريين القدام اللي مؤمنين بأننا أمة واحدة، وحدة لون، وحدة دين، وحدة لغة، وحدة مصير، وحدة تاريخ، وإنه العروبة دي مفهوم إنساني. فبعيدا عن السياسة وبعيدا عنها تماما، لو فكروا حد فينا ان هو من حيث مشاعره، لو كان مثلا مصري من ام جزائرية واب مصري، لو كان امه شامية وابوه حجازي، لو كان اخوه متجوز عراقية، لو كان اخته لبنانية، مرات اخوه لبنانية، كل العلاقات الانسانية والصداقة والعمل المشترك كل ده بيأثر فينا وبيدمجنا، بيخلينا يعني أمة واحدة فعلا. لو إنه قضى قسط من عمره في بلده وموطنه الأصلي، وقسط آخر مثلا في بلد خليجي، في أي بلد عربي آخر، وعرف ناس وتعرف عليهم وربطته بيهم صداقات ومصالح ومواقف ملهاش علاقة بالسياسة خالص، ممكن يكونوا زملاء على مقعد دراسة، فبيتشاركوا المذاكرة والمعلومات لو انهم كانوا بيتكلموا في امور خاصة جدا، معجبين ببنت، متعايشين مع بعض كبشر، بتربطهم مش بس مسألة قومية واحدة، علاقات تفاهم مشترك. كل ده بعضكم يقول طب ما هو دي بديهيات، ان معظمنا فعلا بينحدر، ما هوش بيور يعني من جنسية واحدة، وان هو خليط من جنسيات مختلفة. طيب ممكن يكون جدا مشاعره مش بنفس، لا تتطابق اطلاقا بشكل تماثلي يعني مع جواز السفر اللي هو بيحمله، انما بيكن لكل الشعوب الاخرى بتاع. ما هو اصل لو كنا بنعتبر العروبة دي مفهوم انساني، كان ممكن جدا تبقى علاقات حتى الحب والصداقة. ممكن جدا ما كانش بقى قيس حب ليلى ولا روميو حب جولييت، لو كنا بنمشي ورا كلام الكبار وأذواق حكام. احنا دلوقتي ماشيين وراء الحكام. لكن لو حتى رفضنا هذه الوصاية ورجعنا لفطرتنا الطبيعية كعرب، ان احنا كلنا واحد، هنلاقي فيه مجموعة او الاف من الاسباب اللي بتجمعنا ببعضها. لكن دلوقتي الكل بيسوق للخلاف، الكل بيدخل في تنابز بالالقاب، وزي ما يعني المفروض عادة ذميمة، يعني ان احنا على طول بنعاير بعض، انتوا اغنياء واحنا احنا اثرياء وانتوا فقراء، والله احنا مثقفين وانتوا جهلاء، والتيمة اللي شغالة دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي وفي حتى في الصحف ومن مسؤولين بيقولوها. الحقيقة ان السياسة ممكن تجمعهم السياسة وينفصلوا، لكن ما فيش علاقة إنسانية بينهم. الساسة ممكن يدوروا على مصالحهم، لكن احنا كبشر مش مفروض، ما فيش أي تعارض في المصالح. يعني حتى لو كنا بنشتغل في بلد واحد، أنا شفت التنافس بين الوافدين في دول الخليج، وازاي الجنسيات المختلفة كل يعني بيتحزب لجنسيته وينبذ الجنسيات الأخرى. كان في صراع جنسيات يعني على أرض الخليج الحقيقة، لكنها ما ابدا ما كانتش بتوصل للمستوى اللي احنا واصلين له دلوقتي. فايه دلوقتي اهميه بقى الحوار اليومي اللي احنا قاعدين نقول احنا مثقفين وانتوا ليكوا ايه وحساب إيه حضاره، والفينيقيين اقدم ولا البابليين اعرق ولا الفراعنه اسرى، كل الكلام ده الحقيقه انا كل شعب ليه اصالته او عنصر المتميز اللي فيه. ايه فايده ما افضل اقول احنا شعب اذكى وانتوا ادهى وانتوا اخبث شعب وانتوا، ليه التشكيك ده في قدراتنا وليه الكلام ده كله؟ الحقيقة أنا حتى وصل الأمر إنه الآثار العظيمة أو عجائب الدنيا اللي بيمتلكها شعب الآخرين بيسخروا منها. طب ده دليل إيه؟ ده دليل عظمة، يعني إن أنت لو سفهت من مقداري هل ده هيعلي من مقدارك؟ الحقيقة أنا شايفة إن كل ده أسلوب هدم، ومش عارفة هو لمصلحة مين، وإيه اللي بعد ما انفرط العقد العربي من حيث المشاعر الإنسانية اللي كانت بتجمعنا والوحدة الحقيقية اللي كانت بتألف بين الناس، وبدينا نطمسها، وبدينا طب افترضوا فعلا جاد علينا الزمان بصلاح الدين الأيوبي تاني، أو جاد علينا الزمان بجمال عبد الناصر تاني، قيادة كاريزمية وممكن توحدنا، هيجي يلاقينا انفرط عقدنا خالص من حيث المشاعر الأخوية اللي ممكن يبني عليها. هيبقى الأمل فقد في لم الشمل،
عشان كده بلاقي إن من واجبي إن أقول بشكل مباشر وبدعوة صريحة للجميع للتمرد لكل المترشحين بالسباب من الساسة والمسؤولين والنخبة اللي المفروض تقوم بدور تنوير الحياة بتقوم بدور بالعكس هدام. ونسأل بعض ليه. طب بعضنا يقول لك طب ازاي نرجع ازاي زي ما كنا. ببساطة شديدة ما نشاركش في هوجة التراشق دي، ونتمسك بمشاعرنا الحميمة الصادقة، وننتظر الناصر المنتظر، وعلى الأقل ما يجي واحد كلمتنا يلاقي قلوبنا أصلا أيضا متجمعة. الكلام ده على فكرة مش جديد، أنا كاتباه من زمان، دي صفحات من كتابي شهادة على العصر اللي صادر من أكتر من 20 سنة كمان. عزاز.